مساء الخير. يا رب دايما تبقوا كويسين وفي احسن الاحوال، وعايز اقول لكم ان اسعد اوقاتي بقضيها في تصوير الفيديوهات معاكم. بالنسبه للاستفسار اللي دايما بيجي لي على الخاص، هل احنا فعلا كمصريين مطالبين ان احنا نلم تبرعات من بعض عشان نعيد اعمار قطاع غزه؟ صديقي العزيز، سبق وقلت لك مرارا وتكرارا مفيش داعي ان انت ترهق ذهنك بالتفكير في هذا الامر، وان تصريح السيد الرئيس بخصوص اعاده الاعمار كان تصريح سياسي. حضرتك عارف ان المبلغ المبدئي اللي تم رصده لاعاده الاعمار هو 71 مليار دولار. هل تعتقد ان احنا كمصريين قادرون على دفع عشر هذا المبلغ؟ هسيب لحضرتك الاجابه. دي نقطه. النقطه الاخرى اللي حضرتك ما تعرفوش ان حتى السعوديه والامارات لن يشاركوا في اعاده اعمار غزه الا بعد الضمان التام لانسحاب حماس من القطاع. فالموضوع مش بالسهوله اللي حضرتك متخيلها. لا تقلق، الدولة تعلم تماما إمكانيات الشعب المصري وتسعى إلى تطويرها وتحسين معيشة المواطن. فما تشغلش بالك بموضوع إعمار غزة، وركز فقط في مستقبل مصر، هو ده كل اللي يهمنا. وطبعا كل التحية لحضراتكم، أشوفكم فيديو جديد. تحياتي.